عارفين لما تبقوا بتتكلموا مع حد في موضوع أو تاخدوا رأيه وتلاقوه فرك إيده الاتنين بسرعة، ده معناه إيه؟ ده معناه إن الشخص متحمس للكلام اللي بتقولوه، أو بمعنى أصح جاي على مزاجه. والعكس برضه صح، لو لقيتوا شخص بيفرك إيده ببطء وانتوا بتاخدوا رأيه أو بتتكلموا معاه، اعرفوا إن الكلام مش عاجبه قوي. أما تاني وضعية هتكلم فيها النهاردة هي وضعية الإيد المتشبكة، وهنا قصدي بس مش الدراع كله. ودي لأول وهلة كده تحسوا إنها ثقة أو قوة، ولكن الحقيقة إنها بتدل على قلق أو إحباط للشخص، وبالذات لو كان في تفاوض بينه وبين حد. والوضعية التالتة معانا اسمها وضعية البرج، زي ما هيطلع قدامكم على الشاشة. والوضعية دي بقى هي اللي بتدل على الثقة والسلطة، والوضعية دي شائعة بين المحامين والمحاسبين والمديرين كمان. وآخر وضعية النهاردة هي وضعية طبق الوجه،